السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض صينية بطاطس ببشاميل للفراخ. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. جربي وصفة البشاميل بالفراخ بس مع البطاطس المرة دي، ان شاء الله الوصفة هتعجبك. البطاطس دايبة دوب وكمان طعمها لذيذ جدا مع الفراخ. دايما بنعمل المكرونة بالبشاميل. جربي الوصفة دي وان شاء الله هتعجبك. اهم حاجة ما تنسيش تدعمينا بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. معايا كده في البداية صدر فرخة، طبعا مطلعاه من الفريزر وكمان مغسول كويس جدا. وهبدأ كده اقطعه مكعبات. طبعا هو يعني مش متلج معايا، ولكن انا مطلعاه من الفريزر قبلها ب10 دقايق، فبيساعد كمان في التقطيع. ممكن تفرميها في الكبة، طبعا بترجع لرغبتك. هبدأ كده بقطعه مكعبات. جربوا الوصفة دي وإن شاء الله تعجبك جدا. طعمها لذيذ جدا وكمان في الغدا هتعجب ولادك. أهم حاجة متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعشان وقت الفيديو هنقطع الفراخ وهنرجع تاني. قطعت الفراخ وهبدأ كده أنزل في طبق. هسيبها كده على جنب. محضرة كمان فلفل ألوان المتوفر عندك من الوان الفلفل. عايزه تضيفي فلفل او عايزه ما تضيفيش خالص برضو بترجع لرغبتك والمتوفر عندك. مجهزاه. وكمان مجهزه كده بصله مفرومه. مجهزه كمان اربع حبات من البطاطس. معايا كده بهارات مشكله. البطاطس طبعا متقشره ومغسوله كويس جدا. وهبدا كده بالقطاعه. بتقطعي طبعا المكعب البطاطسايه. السمك بتاعه متوسط الحجم كده، لا هو رفيع قوي ولا تخين قوي. القطاعه طبعا بتديها شكل ظريف جدا. وهنقطع كده البطاطس وهنضيفها كده في بوله فيها ميه وهنسيبها كده مع بعض على جنب. هنضيفهم كده في الميه وهنسيبهم كده على جنب. وهنبدا كده طبعا نعمل الفراخ. نزلت كده في صينيه على النار بمكعب كده من الزبده، وهنضيف له كمان معلقتين كبار من الزيت. وهنزل كده بالفراخ. طبعا الفراخ اول ما تاخد الصدمه هنبدا نقلبها، يعني مش هتقلبيها اول ما تنزلي بيها. وزعتها كده طبعا بسيبها تاخد لون. اول طبعا ما تاخد اللون بتاعها من تحت ببدا كده بقلبها. ومعايا البصل المفرومه ومعايا البهارات مجهزاها. المقادير هتلاقيها مكتوبه في صندوق الوصف. اول ما تاخد اللون ببدا كده بقلب. هتاخد الصدمه بتاعتها هنزل كده بالبصل المفرومه. طبعا احنا هنتبل البصله مش هتاخد لون. وهنقلب كويس جدا. هنسيبها كده 10 دقايق وهنرجع لها تاني. بنضيف كده البهارات المشكلة معاها. هنقلبها كده تقلبتين. وصفة سهلة جدا. جربيها وإن شاء الله تعجبك. كده طبعا بدأت تستوي معايا وكمان البصلة اتبلت. هنزل كده بالفلفل الألوان. هتاخد تقلبتين وهنقلهم كده على البوتاجاز. وكمان هنبدأ كده نعمل البشاميل مع بعض. للبشاميل طبعا هنزل كده بكوباية من المية. هضيف لها كده كوباية من اللبن الحليب. وكمان مكعب من الزبدة. 3 معالق كده كبار من الدقيق. هبدأ اقلب على البارد. وطبعا هعلي عليهم النار. رشة كده من الملح ورشة من الفلفل الاسود. وكده بيكون جاهز معايا البشاميل. هبدأ طبعا ايديا في البشاميل على طول عشان هيتقل معايا. اول ما يبدأ يتقل معايا ويبقبق كده هبدأ ارفعه من على النار. وكمان الفراخ جاهزة معايا. نقلتها كده في طبق تاني وكمان ضفت في نفس الصينية، يعني كمان مش هتبهدلي مواعين كتير. معلقتين كبار من الزيت. وبتبدأي كده بشرايح البطاطس. بتبدأي كده تديها صدمة على النار.
بتسهل طبعا عملية التسوية في الفرن، بتبقى جميلة جدا، وكمان دايبة معاكي دوب، بتاخد صدمة على الجنبين، وبتبدأي كده بتاخديها وبتطلعيها كده في طبق خارجي. طبعا جبت كده الصينية، وهبدأ كده طبعا بتعملي طبقة من البطاطس. هنبدأ كده نرص البطاطس مع بعض، وصفتها سهلة جدا، وكمان ما بتاخدش وقت خالص في عمايلها، يعني جربيها وان شاء الله الوصفة هتعجبك. ببدأ كده طبعا برص طبقة كده من البطاطس، بتبدأي طبعا بتحط كده بالتساوي علشان تكون شكلها كويس معاكي. وهبدأ كده بالفراخ، هنزل طبعا بالكمية كلها، وهبدأ كده اوزعها كويس جدا. وكمان هنضيف كده طبقة كمان بعد التسوية، هنضيف طبقة من البطاطس. سويت الفراخ، هنبدأ كده بالطبقة التانية. طبعا بتساوي الشكل بتاع الفراخ او البطاطس عشان تطلع معاكي شكلها جميل في الاخر. بدأت كده بالتساوي، ببدأ ارص البطاطس. لو وصلت للفيديو لغاية هنا متنسيش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد. رصيت كمية البطاطس، هنزل كده عليهم بالبشاميل. طبعا عايزة تخففي البشاميل شوية طبعا على حسب رغبتك. وطبعا بكون مسخنة الفرن بتاعي، سخنيه قبلها ب10 دقايق، وكمان بتدخل على فرن سخن درجة حرارته 180. تاخد كده لون جميل جدا من فوق لتحت. هي كده انا دخلتها الفرن، وكمان بعد ربع ساعة ضفت لها كده الجبنة، اي نوع جبنة متوفر عندك. برش عليها كده رشة من الجبنة، بتدي لون وطعم جميل جدا. وكمان هرجعها كده الفرن، وهنرجع تاني مع بعض كده عشان نقدمها. وصفة سهلة جدا وبسيطة، اي نوع متوفر من الجبنة ممكن تضيفيه. ده شكلها النهائي، شكلها جميل جدا، وكمان طعمها لذيذ. البطاطس دايبة معانا دوب، وكمان الفراخ طعمها لذيذ جدا. جربيها ان شاء الله الوصفة هتعجبك. ما شاء الله جميلة جدا وكمان لذيذة. جربيها لولادك ان شاء الله الفيديو يعجبك. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني في رعاية الله.